سمعت قبل كده عن حد ما بياخدش دوا السيولة برغم إنه ماشي على دوا السيولة وبياخده في مواعيده بانتظام؟ كلنا سمعنا عن ناس ركبت دعامات وقفلت. أنت عارف إنك ممكن تكون أنت السبب في فشل الدعامة اللي أنت مركبها، وإنك كل يوم بتتسبب في ضيق الدعامة اللي أنت مركبها دي، والمشكلة إنك مش بتبقى عارف، ولما بتعرف بيكون الوقت عدى خلاص. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. لما بنركب دعامة في القلب وخلاص بنكتب لك الخروج وبنتفق على العلاج والتعليمات، هتلاقيني دايما بقول لك خلي بالك من أدوية السيولة، ودايما بركز عليها وبأكد عليك أكتر من مرة. وده لأن الدعامة دي جسم غريب، محتاجة إنك تاخد أدوية سيولة على ما شرايين جسمك تبتدي تتعود عليها، وفي الغالب أنت بتكون بتحافظ على أدوية السيولة وبتاخدها دايما في مواعيدها بانتظام، بس بتنسى حاجة تانية مهمة جدا. بتنسى أدوية المعدة، وبتاخد أي حاجة للمعدة من دماغك برغم إن أنا مأكد عليك أكتر من مرة ما تاخدش حاجة للمعدة غير الأدوية اللي أنا كاتبها لك في الروشتة. ده لأن بعض أدوية المعدة بتبطل مفعول دواء السيولة، فأنت من غير ما تحس وبرغم إنك ماشي على علاجك بانتظام إلا إنك ولا كأنك بتاخد دواء. عشان كده ما تاخدش أي أدوية للمعدة غير اللي أنا كاتبها لك، وما تاخدش أي أدوية بصفة عامة من غير ما تعرفني عشان ما يحصلش تداخل في الأدوية وتبطل مفعول بعض. ادعي لوالدي بالرحمة والمغفرة، وادعي لأهلنا في فلسطين والسودان وسوريا ولبنان بالصبر والثبات. ولو بتاخد أدوية للقلب وخايف يكون ما ينفعش إنها تتاخد مع بعضها اكتبها لي في الكومنتات وأنا هرد عليك. دمتم بصحة وعافية.